السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع في غاية الأهمية، لأن هي صراحة نتيجة دراسة عملتها. يعني أنا شخصيا طبقتها في عدد من الحالات هقول لكم عليها دلوقتي. هما بالظبط 59 حالة، 59 مريض. ليه 59 مش 60 مثلا؟ لأن هما دول اللي كانوا متاحين، يعني اللي هما كان عندهم تعاون ان هم وعندهم رغبه، تعاون ورغبه. ليه؟ المتطوعين دول او مش يعتبروا تطوعين، يعني لان هم الحمد لله يعني زي الفل، يعني ما جربناش عليهم ادويه ولا حاجه، بالعكس ده استفادوا جدا. ان هم كانوا بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، وبعد كده على طول بياخدوا ادويه، وكان برضو بيعانوا من مرض البول السكري، فكانوا بياخدوا ادويه لارتفاع ضغط الدم، بس ما بتكونش جايبه النتيجه المرجوه بتاعتهم. فبدات اعمل معاهم الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي دي، وهقول لكم على النتائج بتاعتها بالظبط. هما كان عددهم كانوا 35 سيده فوق ال 50 سنه بحاجات بسيطه، يعني في بدايه الخمسينات، و24 رجل فوق برضه في اوائل الستينات من العمر. يعني الحمد لله النتيجه دي حققت نسبه نجاح فوق 90% او في حدود 90%، لان 21 شخص منهم بقوا زي الفل يعني، والباقيين برضه كويس يعني عاديين يعني. 29 من ال 35 بقوا تمام خالص يعني، وهنتكلم عليهم دلوقتي. و22 من الرجاله، لان الرجاله الحقيقه كانوا يعني على المعاش بقى، وعندهم استعداد ان هم يعني يجربوا كل الطرق، والمعاش قليل، فكانوا عايزين اي حاجه طبيعيه بحيث ان هي تقلل من عمليه الادويه، وبيروحوا التامين الصحي وبيقعدوا كتير والكلام ده كله. بدأنا معاهم الحمد لله بأول حاجة اللي هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع اللي هو زي صيام سيدنا داود كده، يعني كانوا بيصوموا يوم وبيفطروا يوم، بيصوموا يوم وبيفطروا يوم. لأن الحقيقة يا جماعة الصيام يعني الحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، يعني كان يعتبر أفضل وأقوى وسيلة عشان يخفض نسبة الأنسولين. لأن الأنسولين الناتج ارتفاع الانسولين الناتج عن مقاومه الانسولين بتؤدي الى تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين اللي عندهم ده بيحصل ارتفاع في ضغط الدم. لو تفتكروا في الفيديوهين السابقين دول على طول اما قلت لكم ان اهم حاجه موضوع الاغذيه بالنسبه لمرضى ضغط الدم، 70% بيعتمد على النوعيه بتاعه الغذاء، وكلمنا عن البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين دي، واتكلمنا عن حاجات اللي هي ارجعوا لها يعني، او اكتب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في التعليقات. و30% بس نتيجه 70% كمان من اسباب ارتفاع ضغط الدم مفيش سبب، يعني ملوش سبب، و30% بتكون اسباب مرضيه. اهم الاسباب المرضيه اللي هي بتاعه ارتفاع ضغط الدم اللي هو السكر، مرض البول السكري، وبالذات نتيجة مقاومة الأنسولين وارتفاع مستوى الأنسولين. حد هيقول لي دلوقتي يا دكتور طيب ما هو دلوقتي يعني ارتفاع نسبة الأنسولين ده المفروض يخفض نسبة السكر. تمام، بس ما بيكونش الأنسولين ده فعال، عشان في حاجة اسمها الأنسولين ريزيستنس أو مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين دي هتزود من قابلية ارتفاع ضغط الدم، تزود لي من ارتفاع ضغط الدم. فبدأنا معاهم بالصيام المتقطع على طول، وبدأوا فعلا تقل عملية الجرعات بتاعة الأدوية بتاعتهم، وحتى الأدوية اللي كانوا بياخدوها بالنسبة للضغط بدأت تقل وتجيب نتيجة كويسة جدا. تاني حاجة، يبقى أول حاجة عملت معاهم الصيام المتقطع، كانوا بيصوموا الحقيقة وكانوا متعاونين جدا. أنا جربت طبعا مع ناس كتير، بس هم اللي إن شاء الله هحاول أسجل لكم، يعني لو قبلوا يعني أسجل لكم فيديو مع أحدهم يعني إن شاء الله يعني. ودخلنا برضو تاني حاجة اللي هو فيتامين دي 3، وده طبعا في غاية الأهمية عشان علاج ارتفاع ضغط الدم. وكمية البوتاسيوم، مش أدوية على فكرة، اديتها لهم عن طريق الاغذيه،
اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات واللي قبله كمان. طبعا كان ليه دور في غاية الأهمية هو والمغنيسيوم برضو، ان هم يعني عملوا مرونة وتوسيع لجدران الشرايين والأوعية الدموية، وطبعا كانت النتيجة ان هو كان بينخفض ضغط الدم فعلا عندهم، نتيجة ملحوظة جدا. والمشي، يعني هم الحقيقة كانوا متعاونين في موضوع المشي ده. يبقى شفنا الصيام المتقطع، فيتامين دي 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ولسه في فيتامين كمان هتكلم عنه دلوقتي اللي هو فيتامين د طبعا غيره كمان. والمشي كانوا الحقيقة قلت لهم تمشوا كل يوم نص ساعة، كانوا بيمشوا أكتر من نص ساعة. والمشية اللي هي الرياضية، المشية الرياضية. وطبعا هم حسوا بالنتيجة، فعشان كده كان مدياهم دافع ان هم يستمروا يعني. وفيتامين كي 2، فيتامين كي 2 ده في غاية في غاية الأهمية. ليه؟ الكالسيوم الزيادة اللي موجود في الجسم يعني ده بيشيله، فيتامين كي 2 ده بيشيله، فبالتالي بيوسع الجدران بتاعة الأوعية الدموية وبتاعة الشرايين، وبالتالي بينخفض ضغط الدم. وفيتامين دي 3 والكي 2 والمغنيسيوم، الثلاثة دول بيكملوا بعض، يعني لازم يكونوا موجودين مع بعض. في أدوية كتير جدا طبعا فيتامينات موجودة في السوق بتحتوي على الثلاثة دول. صحيح ما بتحتويش عليهم بالنسب اللي هي المفروضة يعني، إنما هي موجودة فيهم. بعوضوا بقى عن طريق عن طريق الأكل. يعني ممكن ياخدوا الفيتامينات دي كمكمل غذائي، وممكن ياخدوها برضو يكملوا بيها عن طريق عن طريق الأكل العادي. كانوا بيركزوا جدا طبعا بالنسبة للأكل على الخضار الورقي، بيركزوا على الخضار الورقي في غاية الأهمية، بيركزوا على الأفوكادو، بيركزوا على الموز، بيركزوا مكسرات برضو، ويعني حتى الفول السوداني الكاكاوية ده يعني برضو كانوا بياخدوه. وكانوا بيقللوا خالص بالنسبة للكربوهيدرات، النشويات والسكريات تكاد يكون مفيش. هو طبيعي مقللينها عشان موضوع السكر، وبرضه فادت معاهم في موضوع الضغط، لان هي ادت الى مفيش حاجه اسمها مقاومه انسولين. بدا العلاج بتاع السكر يستجيبوا ليه، وبدا علاج الضغط ان هم يستجيبوا ليه، وكانت النتيجه في غايه الاهميه. فدي حبيت انقل لكم الدراسه ديت، وان شاء الله لو طبقتوها يعني بالنسبه لمرضى الضغط العاديين، حاول حضرتك لو قدرت يعني على الاقل تصوم 2 وخميس مثلا، يومين في الاسبوع، بتمشي نص ساعة كل يوم مثلا، ماشية يا جماعة خطوات ثابتة ومستقرة، يعني خطوات عسكرية زي ما بيقولوا يعني، مع طبعا فيتامين دي 3، مع فيتامين كي 2، مع البوتاسيوم، مع المغنيسيوم. الحاجات دي في غاية الأهمية، هتساعد معاك جدا في تقليل حاجة اسمها مقاومة الأنسولين. جسمك هيبدأ يستفيد بأدوية السكر لو فيه، ولو مفيش هيبدأ الضغط ينخفض، وبالتالي هتبدأ انت ذات نفسك كمريض بيبدأ الضغط عندك ينزل. والأدوية اللي انت بتاخدها ممكن من المتابعة كده بدأنا نقلل من الأدوية. ده اللي حبيت انقله لكم، وأتمنى ان شاء الله ان هو يكون يجيب نتيجة معاكم لو طبقتوها ان شاء الله، وهيجيب نتيجة ان شاء الله لو طبقتوها. شكرا، واشوفكم على خير ان شاء الله.